بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أخوتنا وأحبتنا، كل عام أنتم بخير، ويسر الله لي ولكم جميع أعمال الخير، ومتعنا الله وإياكم بس بكامل وبموفور الصحة والسعادة والبركة يا رب العالمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين، واكتب لنا التيسير في كل امورنا يا ارحم الراحمين. اخواتنا واحبتنا في الله، يعني هو النهارده بس يعني ايه طالع بس اقول ان ليا عتب بسيط كده على بعض الناس اللي بتشاهد المقاطع دي. يعني ليا عتب بسيط خالص خالص، يعني رجاء من سيادتك ومن حضرتك، وانت يا اخويا، انت يا اختي، انت يا ابن عمي، انت يا قريبي، انت يا اللي بتسمعني، انت يا اللي مش عايز تسمعني او بتسمع لمجرد انك انت عايز تعرف الراجل ده بيقول ايه او بيعمل ايه. انا بس طالب منك طلب واحد بس، طالب من كل اللي بيسمعني طلب واحد بس، انه يسمع الفيديو للاخر عشان لما يجي يبني رأي يبنيه على المحتوى كامل. يعني اسمع الفيديو للاخر عشان لما تيجي تبني رأي او تسألني في حاجة او تتصل بيا وتقول لي حاجة، يبقى انت ملم بكل حاجة. ما تبقاش انت ما سمعتش الفيديو كامل وبعدين تيجي تقول لي لا انت غلطان في كذا كذا كذا. انت لو سمعت الفيديو كامل هتلاقيني قلت المشكله وقلت الحل، واخد بالك؟ اتكلمت عن المشكله واتكلمت عن الحل. احنا طبعا يعني الحمد لله ان احنا فعلا ابناء ريف، والحمد لله رب العالمين ان احنا آه، 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 بنتمتع باشياء كتيره جدا جدا، وهي ان الكل عارف بعضه، وان الناس عارفه بعضها كويس. وكمان الاحتياج عندنا يعني مش زي اهل المدن، ربنا يكون في العون. اي نعم كل الناس تعبانه ومفيش مشكله، لكن اهل المدن برضو عندهم كل شيء ايه بالمال. احنا يعني عندنا يعني انا قاعد في مزرعه سفندي. انا لو فيها برتقال صاحبها مصرح لي ان انا اكل منها، سبحان الله، اكل قد ما اكل، ولا هيقول لي انت بتعمل ايه. بالعكس، يمكن كان الواحد احيانا يروح يصور في مكان صاحب الارض يجي يبص عليه. طبعا الواحد ما بياخدش حاجه او ما بياكلش حاجه الا ان كان صاحبها يعرف بيها الحمد لله. لكن عايز اقول ان احنا عندنا في المجتمع الريفي هنا الحياه برضو مش صعبه زي المجتمع المدني، او آه، الناس اللي هي مش عارفه بعضها. احيانا في بعض المدن اللي جيران العماره كلها جيران ما بيعرفوش بعض، يعني الجار ما يعرفش جاره، يعني انت فاهم. فلا احنا كده احنا عارف، بالعكس احنا هنا عائلات، وهنا كلنا يمكن اقارب، وعندنا اللي مش من عائلتك انت مناسبه، واللي مش من ناسبك انت من ناحيه الام، من ناحيه الاب، من ناحيه يعني شبكه كبيره جدا، اللي هي ايه شبكه القرابه، اللي هي ايه في المجتمع القروي. تانية على دي، فبعد اذنك يا استاذنا العزيز اسمع الفيديو للاخر عشان تقدر تحلل، وعشان تقدر تتكلم وتقول ان انت صح في كذا وخطأ في كذا. ما يجيش واحد يقرأ لي العنوان من بره ويفتح يروح واخد لقطة من الفيديو. الفيديو بتاعي اي نعم طويل، لكن انا الفيديو بتاعي طويل، لكن انا ما بعرفش بصراحة، انا ما بعرفش اختصر اكتر من كده. انا ما بتكلمش عن حكم ومواعظ، انا بتكلم عن حكم ووعظ قصيرة المدة، لكن انا بتكلم عن مشاكل وحاجات بعيدة المدى، او لها عمق كبير، ولها يعني مدلولات كبيرة. لازم الفيديو يكون طويل. فيعني معلش، دلوقتي اصبحنا كلنا عندنا واي فاي، يعني الواي فاي عمر ما تسمع الفيديو ابو نص ساعة. هي ده مش نص ساعة، يعني انا كبيري كبيري من 7 ل 10 ل 12، اخر حاجة ربع. بس بتكلم كلام يعني ايه، يعني الكلام ده من خلال يعني بلتمس المشاكل اللي احنا ممكن نقع فيها ونتكلم عليها ونقدر نحلها ازاي واحنا اخوات. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، يعني انا مش معنى ذلك ان انا بتكلم في المشاكل وبقول حصل كذا 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 كذا، وما بالي اقواما يفعلون كذا 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 انا في من انا احسن من الناس. ابدا والله، اطلاقا اطلاقا، مش احسن من حد. بالعكس، انا الحمد لله انا عرفت ان الفيديو بتاعي ده
طور يعني بدات الناس انا بدات افرح لان بدات الناس من المنطقه تطلع فيديوهات ومن بلاد مجاوره ومن بلدنا تطلع فيديوهات. وده كويس جدا جدا. تعالوا بينا بدل ما نتكلم في المكتوب، نطلع ونقول للناس واحد اتنين تلاته. ما تجيش تقرا العنوان الجمعيات الخيريه. ده يا عم تسيب الجمعيات الخيريه شغال. هو انا كنت قلت للجمعيات الخيريه ما تشتغلش ابدا اطلاقا. لكن هو كل القصه انت خدت العنوان، واحد خد العنوان، واحد خد المضمون. يعني في مره من المرات هحكي لكم موقف في فيديو المقابر. لقيت واحد بيقول لي ايه، بيقول لي يا اخي بكفايه مقابر وبكفايه مش عارف ايه، وخلي الناس تعيش وتعيش وما تتشائمش والقصص دي. فسبحان الله. وعلى فكره هو كان من غير المسلمين. فانا رديت قلت له وقسما بالله ثلاثه بالله العظيم انت ما سمعت الفيديو، ولو سمعت الفيديو ده ما هيكون رايك، ده ما هيكون رايك. فما كان منه الا انه فعلا دخل سمع الفيديو كامل وطلع قال لي انا اسف انا اسف وبعتذر لك بجد بجد. انا اسف جدا جدا. انت اتضح ان انت واخد الخلفيه بتاعتك عشان موضوعك، لكن والله العظيم والله العظيم انا اسف جدا 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 وشكرا ليك خلاص الموضوع انتهى. عشان كده بنقوله يا جماعه بعد اذنكم اسمعوا الفيديو للاخر. انا في ناس فعلا بتكلمني في حتت في اخر الفيديو، يعني معناها انه سمع الفيديو مره. في ناس بتقول لي انا بسمع الفيديو مره واثنين. والله جزاك الله كل خير، ويا ريتك تتصل بيا وتقول لي انا عايز يا جماعه تروحوا عليا مواضيع اتكلم فيها. انا مخي اضيق من تفكير حضراتكم يعني، او عقلي اضيق من تفكير حضراتكم. فاحنا اصلا المفروض وحده متكامله واحده، وعايشين في بلد واحد وفي وطن واحد، كلنا بنكمل بعض وكلنا بنسعى على اساس ان احنا نكون نعيش عيشه كويسه وسليمه في ظل قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا بنتكلم من باب فما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ولا نريد الفضيحه لاحد، لان احنا لسنا بمنأى من تلك الاشياء يعني. دخل علينا رمضان. كفانا مزايدات بقى، كفانا مزايدات على الفقراء، وكفانا ترندات على حساب الناس التعبانه، وكفانا يعني تحدث وتشدق مش عارف ايه. يا جماعه الفقير اعلى واعلى واعلى ان يحصر، اعلى واميز من ان يحصر في شنطه او كيس او كرتونه بعد اذنكم يعني. عايز بصراحه بجد يعني. انا بدعو كل واحد يعمل الخير وما يوقفش ما يوقفش الفقراء في طوابير في اماكن معينه او على جمعيات خيريه. بجد 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 الموضوع ده بيأثر في الواحد جدا وبيضايقه. الواحد وهو معدي بيبص في الارض. مش معنى ذلك ان انا اغنى من حد ابدا، لكن بيني وبينك يعني كفانا اذلالا للفقراء، وكفانا ان احنا نحصرهم في حجنه، نحصرهم في شنطه. لا، نكفيهم من كل الاشياء وفي هدوء ان شاء الله. ونسال ربنا السلامه والستر. نسال الله السلامه والستر. خلاص يا جماعه. وبعدين دلوقتي احنا عايزين من الائمه، من الدور اللي بتحفظ القران الكريم، انها تطلع لنا بقى البقوره. احنا بنسمع عن اعداد مهوله. حفظ النهارده السنه دي حفظ 100 واحد ختموا القران، و100 واحده ختمت القران. انا عايز اشوف ده على ارض الواقع يا جماعه. انا عايز اشوف ده على ارض الواقع. اخش اصلي في مسجد، الاقي واد من الدار الفلانيه ومن المكان الفلانيه ومن الحته اللي بيحفظ فيها، واد كده متميز وبيقرا باحكام جميله وتلاوات كويسه. لكن يعني انا الموضوع مش موضوع كم. انا عايزين دم جديد، واحنا عايزين نشجعهم ان احنا ما نصليش وراهم. واخدين بالكم؟ فسموه فيديو ارتجالي هايف كده ملوش 30 لازمه. الا ان انا بقول لكم عايزين ان احنا فعلا نطلع جيل جديد قادر على امامه الناس في المساجد. سواء لان خلي بالك الاوقاف مش هتكفي كل الناس، ودايما تلاقوهم في رمضان بيستعينوا باللي هم العاديين. عادي ما فيهاش مشكله. عشان كده بقول لكم يا جماعه الدور يا دور التحفيظ. اهتموا شويه قوي، اهتموا شويه وشوفوا الاولاد الكويسين والنشيطين واللي هم عندهم صوت جميل، واللي هم عندهم حفظ جيد للقرآن،
واتقان للاحكام ومخارج الحروف. ده عايزينه بقى، عايزينه، احنا عايزينه، مش زي ما قلنا مش هنحصره الموضوع في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ سين والشيخ جيم. تمام يا جماعه، فربنا ييسر الحال. وزي ما قلت لكم برجاء نسمع الفيديو للاخر ونقول ونحكم. وارجوكم ابعتوا لي مواضيع اتكلم فيها. انا عندي مواضيع كتيره، لكن يعني مش عايز اتجل كل يوم وكل يوم وكل يوم وكل يوم. ماشي الحال. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعطينا حتى يرضينا، وان يعطينا حتى يدهشنا، وان يختار لنا من الامور ايسرها. اللهم اختر لنا من الامور ايسرها يا رب وادومها يا رب العالمين. اللهم اختر لنا من الامور ايسرها وادومها يا رب العالمين. اللهم يسر امرنا وثبت خطانا واكتبنا في من الذاكرين الشاكرين يا رب العالمين. وسلاما وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.